أهلا بيكم في فيديو جديد في سلسلة أفلام مارفل. النهاردة هنكمل كلام عن فيز 3، والنهاردة هنتكلم عن فيلم Guardian of the Galaxy 2. الفيلم في فيز 3، بس أحداثه بتحصل بعد شهور من أحداث Guardian of the Galaxy 1. قبل ما نبدأ كلام عن الفيلم، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة، ويلا بينا نبدأ الفيلم. الفيلم بيبدأ بفلاش باك سنة 1980. مامة بيتر كويل اللي اسمها ميردس كويل بتقابل واحد اسمه إيجو اللي بيوريها نباتات فضائية هو زارعها في ميسوري. بعد 34 سنة الجارديانز بقوا مشهورين جدا بعد لما كسبوا رونن، فبتستدعيهم واحدة اسمها أيشا كبيرة السوفرن علشان يحموا بطاريات غالية من وحش اسمه أبيليسك، وده مخلوق مالتي دايمنشنال بياكل الطاقة من السوفرنز. وقدامها هي هتسلب لهم نيبولا اللي قدروا انهم يقبضوا عليها وهي بتحاول انها تهرب من زاندر. الجارديانز بيقدروا فعلا انهم يهزموا الابيليسك، وروكيت راكون بيسرق منهم الباتريز دي كنوع من انواع الهزار. لما السوفرنز بيعرفوا بيبداوا انهم يضربوا سفينه الجارديانز، والسفينه طبعا بتتدمر. بس قبل لما يقدروا انهم ينزلوا في اي كوكب قريب، واحد بيظهر وبيدمر اسطول السوفرنز كله. لما الجارديانز بينزلوا في كوكب قريب، الشخص اللي دمر اسطول السوفرن بيطلع هو ايجو، وبيقابلهم وبيقول لبيتر انه هو باباه الحقيقي. وايجو بيقول لهم تعالوا كلكم لبيتي، واللي بيروحوا معاه هم بيتر كويل، دراكس، وجامورا. لكن روكيت راكون وجروت فضلوا على الكوكب ده علشان يحموا السفينة ويحرسوا النبلة علشان ما تهربش. أيشا بتروح لياندو أودانتا علشان يمسك لها الجارديانز اوف ذا جالاكسي علشان تموتهم. ياندو بيوافق وبيتتبع سفينة كويل وبيروحوا للكوكب اللي راكنة فيه، وبيقبض على روكيت راكون، وكان بيقول انه مش ممكن يساعدها انها تقتل الجارديانز اوف ذا جالاكسي. فبيبدأ يحصل زي انقلاب بقيادة واحد اسمه تيزر فيس، وبيقول ان ياندو بقى قلبه خفيف وانه ما ينفعش يبقى هو الليدر بتاع الرافنجرز. وبتظهر نيبولا اللي بتضرب ياندو علشان ما يستخدمش السلاح بتاعه، اللي ضحكت كمان على جروت علشان يسيبها. في مركبة إيجو، كويل ودراكس وجامورا بيقابلوا مساعدة إيجو اللي اسمها مانتس، ولما بيوصلوا لكوكب إيجو بيلاقوه إنه كوكب عايش وإن جسمه ده هو يعتبر امتداد للكوكب ده. إيجو بيقول لهم إنه سيليستيال وعمل لنفسه جسم علشان يسافر لمجرات تانية ويتعامل مع الكائنات الحية اللي موجودة. كويل بيعرف إنه ممكن يقدر إنه يسيطر ويتحكم في القوة اللي جوه الكوكب بتاع إيجو. دراكس ومانتس بيبدأوا إنهم يبقوا صحاب، ومانتس بتبقى عايزة تقول لدراكس حقيقة إيجو بس ما بتقدرش. تيزر فيس بيقبض على روكيت وياندو وبيخلي الكرو كله يضحك على جروت الصغير، وبيبدأ إنه يموت الناس اللي تبع ياندو علشان ما يعملوش ثورة ضده. نيبولا بتاخد طيارة وبتسيبهم، اللي كانت عايزة تقتل جامورا اللي بتلومها لأنها السبب في التعذيب اللي كان بيعمله لها أبوها سانوس. في الحبس روكيت وياندو بيبدأوا انهم يتكلموا وبيعرفوا انهم شبه بعض في حاجات كتير جدا. وياندو بيحكي قصته انه كان عبد حرب للكري لمدة 20 سنة، وستاكر قدر انه يحرره وقال له انه هيبقى من الرافجرز، بس اهم حاجة انه لازم يلتزم بالقوانين. لكن في يوم ايجو طلب منه انه يجيب له ابنه بيتر كويل، لكن هو ما ودهلوش لانه كان بيستفاد من بيتر كويل لان كان جسمه صغير وبيقدر انه يسرق وبيقدر انه يخش في اماكن ضيقة. روكيت وياندو بيستعينوا بجروت علشان يجيب لهم الزعنفة اللي كانت بتتحط على راس ياندو علشان يستخدم السلاح بتاعه اللي اسمه ياكا أرو علشان يقدروا انهم يهربوا. وبيساعدهم كمان الايد اليمين بتاع ياندو اللي اسمه كراجلين، اللي اعتذر لياندو انه عمل الانقلاب ده على ياندو عشان ما يقتلوهوش. وفعلا بينجحوا بيدمروا المركبة كلها، لكن تيزر فيس بيبعت لعيشة مكانهم علشان تقبض عليهم. بعد لما بيهربوا روكيت بيقول لياندو اننا لازم نروح لبيتر كويل علشان نساعدهم. نيبولا بتوصل لكوكب إيجو وبتحاول إنها تقتل جامورا، لكن جامورا بتكسبها وبتطلب من نيبولا إنهم يوقفوا الهبل ده. وهما بيتكلموا بيكتشفوا هياكل عظمية كتيرة في كهف على الكوكب. إيجو بيكشف لبيتر كويل خطته إنه كان بيسافر العوالم دي كلها وكان بيلاقي أشكال حياة ضد أماله، وعشان كده بدأ إنه يزرع في عوالم تانية أشجار صغيرة أو شتلات علشان يبقوا زيه ويبقى عايش في الكون كله. لكن عشان يعمل كده كان محتاج قوة سيليستيال تاني علشان يشغل الشتلات دي. فبدأ إنه يتجوز ويخلف من كل عالم علشان يخلف واحد عنده قدرة السيليستيال. ولما كان بيحاول إنه يعمل الخطة بتاعته كانوا كلهم بيموتوا علشان ما كانش عندهم الجين بتاع السيليستيال. وكان بيطلب من ياندو إنه يجيب له الأطفال دي،
لكن لما ياندو عرف الموضوع ده إنه بيقتل الأطفال قرر إنه مش هيودي بيتر كويل ليه، وعشان كده اتطرد من مجموعة الرافيجرز. وبيبدأ إيجو يقول لكويل إن عنده الجينز دي، وإنه بمساعدة الجينز دي هيقدر إنه يبدأ خطته إنه يخلي العالم كله هو إيجو. وهو بيتكلم بيقول لبيتر كويل إنه كان السبب في موت أمه، فبيتر بيبدأ إنه يضرب إيجو لأنه قتلها. منتس بتبدأ تقول لدراكس وجامورا ونابلا على خطة إيجو، وكمان بيوصل روكت وياندو على الكوكب، فبيبدأوا إنهم يواجهوا إيجو. في نفس الوقت كمان كانت قوات السوفرن بتوصل للكوكب علشان تهاجم الجارديانز، فبيبدأ الجارديانز إنهم يدمروا قوات السوفرنز، وكمان بيحاولوا إنهم يدخلوا جوه نواة الكوكب علشان يفجروه. فروكت بيعمل قنبلة بالبطاريات اللي كان سارقها في أول الفيلم، وجرود بيحطها في المكان اللي قاله عليه. بيهرب الجارديانز ما عدا بيتر اللي بيبقى عايز يدمر باباه، فبيبدأ إنه يستخدم قوة الكوكب علشان يكسبه، وبينجح فعلا. لما القنبلة بتنفجر الكوكب بيبدأ إنه ينهار وإيجو بيسيح. ياندو بيضحي بحياته علشان بيتر كويل يقدر إنه يعيش، وبيقول إنه كان شايفه إنه زي ابنه بالظبط، وياندو بيموت. بعد كده نابلا بتصالح جامورا اللي بتقول لها إنها هتمشي وهتحاول إنها تموت سانوس، والجارديانز بيحرقوا جثة ياندو في الفضاء، وبيجي كل الرافنجرز علشان يعملوا مراسم دفن لياندو. بعد كده كراجلين بيبدأ إنه يستخدم الياكا أرو علشان يتدرب عليها، وهو بيتدرب عليها بيضرب دراكس بالغلط. الفيلم بيخلص على كده. الفيلم فيه 4 اندنج سين. الأولى كبير الرافيجرز اللي اسمه ستاكر أوجورد بيجمع الرافيجرز وبيقول لهم بيحب إنه يشكر ياندو لأنه جمعهم تاني، وبيقول لهم يلا بينا نسرق حاجة. الاندنج سين التانية عايشة بتبقى محبوسة لأنها خسرت البلد كتير بسبب الجارديانز، وبتقول هما لسه ما شافوش حاجة، وبيظهر بيرس بود وبتقول عليها أدم. الاندنج سين التالتة جرود بيكبر وبيبقى مراهق وبيتعامل مع بيتر كويل زي المراهقين بالظبط، وإنه مش عايز يسمع كلام حد. الاندنج سين الرابعة ستان لي اللي كان طالع بدور مخبر للواتشرز بيحكي للواتشرز تجربته على الأرض. بس كده دي كانت احداث فيلم جاردن اوف ذا جالاكسي. الفيلم اللي هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي هو فيلم سبايدر مان هوم كومينج. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.